آخر سؤال. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sisi kama watu wazima wazee tuna watoto wa kike. Sasa tunapokuwa na watoto wa kike, amekuja mtu wa madhehebu ya Shia, tunaweza kumwozesha? فهمت يا شيخ؟ ماذا قال؟ هو يقول نحن كبار السن عندنا بنات. إذا شباب لست كبيرا في السن. anasema wewe sio mzee bwana, wewe bado kijana kabisa. هل إذا تقدم لي شيعي هل يجوز لي أن أزوجه ابنتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما اسمه الأخ؟ لأنها بابا جينا نفسه الشيخ عندك kujua jina. سأجاوب، استمع إلى الجواب أخونا حسين. أما إذا كان هذا الشيعي يعتقد معتقد الشيعة، فالشيعة يعتقدون أن عليا رضي الله عنه وأن أئمتهم يعلمون الغيب، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهم يقولون لا، بل علي يعلم الغيب والحسن يعلم الغيب والحسين يعلم الغيب، كما قال في الكافي وهو كتاب معتبر عندهم، يقول إن أئمتنا يعلمون ما كان وما يكون وما سيكون. هذا لا يكون إلا لله، هذا تكذيب بالقرآن الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هو عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، كيف تقول أن غيره يعلم الغيب؟ وإذا كان هذا الشيعي يعتقد ما يعتقده الشيعة في أن عائشة أم المؤمنين وزوجة رسول سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وزوجة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ومات عليه الصلاة والسلام وهو متكئ عليها، وهم يقولون عياذا بالله إنها كانت تقع في الفواحش، ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج امرأة بهذا الوصف. والله تعالى يقول الخبيثات للخبيثين، فإذا كانت هي خبيثة هل يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الوصف عياذا بالله؟ والله تعالى قد برأها في القرآن، وهم يدعون أنها وقعت في هذه الفاحشة ويسبونها ويلعنونها. وهذا هم الشيعة أيضا، وهم يعتقدون أن الصحابة كفار، أن أبا بكر وعمر وعثمان والزبير وطلحة وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء، يعتقدون أن هؤلاء جميعا كفروا بالله تعالى. والله تعالى يقول في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فمدح الله الصحابة حتى في التوراة والإنجيل، وهم يقولون بل كفار. وعندهم ذكر، عند الشيعة ذكر يقولونه بعد الصلاة. نحن بعد الصلاة نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونقرأ آية الكرسي. وهم بعد الصلاة يقولون اللهم لعن صنمي قريش، يعنون أبا بكر وعمر، يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. ابنتيهما يعني عائشة وحفصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون اللهم لعنهم بكل إفك ارتكبه وبكل طغيان أتياه وهو موجود اسمه دعاء صنمي قريش. وأيضا هم يعتقدون أن القرآن ناقص، ويقولون إن الصحابة لما أرادوا أن يجمعوا القرآن أسقطوا الآيات التي لا تعجبهم. والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهم يقولون لم يحفظوا. ويقولون إن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يقولون أصلا كان فيها آية وهي وجعلنا عليا صهرك.
فيقولون أن الصحابة جاءوا وحذفوا هذه الآية، لعبوا بالقرآن. هذا بلا شك أنه كلام باطل واتهام للقرآن. الله تعالى بين الفرق بين القرآن وبين التوراة والإنجيل بأن القرآن محفوظ وأنه هو الذي يحفظه، أما التوراة والإنجيل فوكل حفظها إلى أهلها، إلى اليهود والنصارى، فضيعوها وعبثوا بها. كيف تجعل القرآن مثلها مضيعا معبوثا به؟ فإذا كان هذا الشيعي يعتقد هذا الاعتقاد فهذا كفر بالله تعالى، والكافر لا يتزوج مسلمة. أما إذا قال لك لا والله أنا لا أعتقد هذا أبدا، بل أنا أحب الصحابة الكرام جميعا وأترضى عنهم وأصلي كصلاة المسلمين، ولا أدعي في عائشة ولا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وأنا لا أتبع هؤلاء الضلال من أئمة الضلال الذين يدعون الناس إلى تكفير الصحابة ولعنهم وسبهم. فإذا كان كذلك وتأكدت منه وجاء وجلس مع بعض المشايخ وتأكدوا منه فهذا مسلم، زوجه. نعم.